السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. تعالوا النهاردة نعمل القطايف الشيك دي، محشية شوكولاتة وهنا محشية مكسرات وحاطين على الوش شوكولاتة. بصوا حاجة كده فعلا في منتهى الجمال. تعالوا نشوف مقاديرنا وهنعملها ازاي. الشربات بتاعها انا عملت لكم فيديو بيه منفصل على القناة، وهنزله لكم في صندوق الوصف برضو عشان تقدري تعملي احلى قطايف بالشربات الجميل وبصوص الشوكولاته الخطير. بصي شكلها عامل ازاي، حاجه كده في منتهى الجمال فعلا. بصي تعالي نشوف هنعملها ازاي. بصوا هنا يا بنات، انا طبعا ما نعمتهاش لان انا بحب طعم المكسرات في الحاجه تبقى باينه. هحط جوز الهند كده وهقلب. تمام كده. دي الحشو. نعمل بقى عشان يديني تيست حلو؟ رشه سكر كده. وفي تيست تاني، هو القرفة، رشة قرفة. في ناس ما بتحبش القرفة، ممكن تستغني عنها بس تحطي السكر. تمام. هنقلبهم كده. دي الحشوة دي انا بصي بعملها يعني كل الحاجات الحلوة اللي في رمضان اللي بعملها، حتى الكنافة او لو هعمل رز بلبن او اي حاجة، بحط مثلا المكسرات دي في بطرمان وبحط عليها السكر والقرفة، تبقى جاهزة على الحشو على طول. تمام. هنعمل بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هناخد منها كده كلها. في ناس بتحبها محشية، انا عملتها السنة اللي فاتت بالتمر، تبقى حلوة جدا. وفي ناس بتعملها بالنوتيلا. هنعمل كام واحدة برضو بالشوكولاتة. بصي اهي، بس تقفلي حلو جدا. تقدري بقى تعملي الكمية دي كلها وتشيليها في الفريزر. طالما محشية شيليها، هتقعد معاكي سنة مش هيحصل لها حاجة. تمام. بس اهم حاجة ما تكتريش في الحشو عشان ما تفكش منك. اهو بصي، لازم تأكدي كده عليها اهي. هنحطها في طبق فوم. طبعا اللي هنعملها مثلا بالنوتيلا او هنحشيها اي حاجة كده بنعملها زي ما انتوا شايفين كده اهو، كده وكده اهي. سهلة جدا عشان وهنحمرها كده. تمام. في ناس بتقولي القطايف بتنشف منها، اللي هي بيحشوها نوتيلا. لازم تنزل في عسل، في الشربات بتاعها لازم. ما ينفعش تحمريها وتحشيها النوتيلا كده على طول، لازم هتنشف منك. اهو هعمل بقى الكمية كلها ونحمرها مع بعض ونزينها مع بعض. والشربات طبعا بتاعنا انتوا عارفين مقاديره. هنعمله برضو آه مش هعمله في الفيديو ده عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس هقول لكم طريقته برضو واقول لكم كل التفاصيل. وهنعمل مع بعض شوية قطايف محشية رهيبة ان شاء الله تعجبكم. حابة بقى تضيفي اي حاجة في المكسرات غير اللي انا قلتلك عليها دي، ليكي حرية الاختيار، بس انا قلتلك الطريقة بس. اهو عملت معاكم كام واحدة اهي. هكمل بقى بقية النص كيلو ده ونرجع نحمرها مع بعض. اهي يا بنات بعد ما حشيتها اهي. ودي القرطاس اللي هنحشيها شوكولاتة. طبعا انا مش هقدر اعملها النهاردة، فكان لازم احشيها واقفلها كده برول بلاستيك زي ما انتوا شايفين، واشيلها في الفريزر. وقبل ما اقليها في الزيت هطلعها قبلها بنص ساعة واقليها على طول ونزينها مع بعض. اهي شكلها ده النص كيلو. اهي يا بنات بعد ما طلعتها من الفريزر، بصوا والشربات اللي عملناه نزلت لكم فيديو بيه. بصي تقيل ازاي، ومعاه شوكولاته. هنزين مع بعض، هتطلع ان شاء الله معاكم احلى قطايف. تعالوا نشوف هنعمل والزيت يبقى سخن ولا بارد. تعالوا نشوف مع بعض. الزيت يسخن وتوطي النار بقى، مش توطيها خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. تهدي النار عليها عشان ما تتحرقش منك، هتتلسع وهيبقى شكلها مش عاطفي.
وهتنشف ويبقى كده ايه اكني ما عملناش حاجه. والتزيين اللي احنا هنزينه برضو هيعجبك قوي، فخليكي معايا وشوفي الفيديو ان شاء الله يعجبك عشان تعملي احلى قطايف ليكي ولولادك، ولو عندك عزومه برضو الطريقه دي حلوه قوي. اهو الكميه بقى اللي انت ايه عايزاها تقدري ايه تعمليها. وممكن بقى تجيبي كميه لو قاعده بقى فاضيه في يوم كده، مع ان احنا ما بنبقاش فاضيين في رمضان خالص. تقدري تشيلي كميه في الفريزر، وقت ما تعوزي تطلعي وتقليها على طول. هقليها. انا ههدي النار اهو، وبعد ما يعني تحمر هقلبها على الوش التاني. وعندي هنا ايه مصفى، هطلعها على المصفى عشان تنزل الزيت، وبعد كده هنزلها في الشربات التقيل. هنا بقى بعد ما اتصفت من الزيت نزلتها في الشربات التقيل، ونقعد نقلب فيها كده ونرجعها المصفى تاني عشان ما تبقاش كلها كده ايه شربات واحنا بناكلها يقع علينا والكلام ده. لازم في التقديم يبقى الحاجة كويسة، يعني حتى لو فيها زيت نصفيها من الزيت، حتى لو فيها شربات لازم نصفيها من الشربات. اهي يا بنات بصوا الجمال والحلاوة بعد ما طلعت. هنعمل التانية دي نحشيها شوكولاتة، ودي خلاص كده بس ليها تكة كده حلوة نزينها بيها. هي مش محتاجة مكسرات يعني، بس انا ايه قلت ايه في التزيين احط لها ايه صوص شوكولاتة. بسم الله. مسيحة انا صوص الشوكولاتة زي ما كنت قايله لكم في فيديو قبل كده. صوص الشوكولاتة بيتسيح ازاي؟ اسهل طريقة تحطي الشوكولاتة في كيس وتحطي معلقة زيت عليها وفي مية دافية مش سخنة، هيسيح معاكي الشوكولاتة، هتبقى في منتهى الجمال. تمام. دي بقى ايه الطبقين اللي هما محشيين مكسرات. دي بقى اللي عايزين نحشيها شوكولاتة سايحة. كان عندي شوكولاتة اللي هي بيتعمل بيها السندوتشات دي، مش نوتيلا، نوع تاني. قلت ايه اعملها بيها اهي، نحشيها كده وننزل بيها ايه في المكسرات كده. بصوا الجمال، حاجة كده تاكليها يعني هتتخني 5-6 كيلو كده. بس يعني لو عايزة تحافظي مثلا خدي 1-2 كفاية. بس هي الصراحة حتى لو محافظة الشكل مغري، وبناكلها كل فين وفين يعني. اهو تمام. نعمل التانيين كده. كنت السنة اللي فاتت عاملاها بالكريمة برضو حلوة قوي. كريم شانتيه كده تضربيه في كوباية لبن بس يبقى جامد. واحشي بيه القطايف هيبقى برضو حلوة قوي. وحطي بقى شوكولاتة اللي هي الملونة دي، تحطي بعدها مكسرات زي كده اللي انت عايزاه، بس بتبقى برضو طعمها حلو قوي. بس انا اولادي طلبوها بالشوكولاتة، قالوا لي مش عايزين كريمة عايزين شوكولاتة. قلت لهم عينيا. طبعا ما اقدرش اقول لهم مش هعملها لكم النهارده تعبانه، لا هم عشان الحمد لله بيصوموا، فانا بشجعهم. اخر اليوم بشوف ايه اللي هم بيحبوه بعمله لهم حتى لو تعبانه. اهو جربوا الطريقه دي يا بنات هتعجبكم قوي وسهله. اعملي بقى ايه كميه كده وشيليها في الفريزر. هاتي مثلا كيلو، انا هعمل كده ان شاء الله. هجيب كيلو واخليها في الفريزر محشيه، وقت ما نعوز اطلع اقليها على طول، مش هتاخد وقت ولا مجهود. بس الشربات زي ما قلت لكم انا نزلت طريقته في فيديو منفصل، وهبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الشربات عباره عن كوبايتين سكر وكوبايه ميه، تمام، عشان يبقى تقيل ويديني القوام اللي انا عايزاه. تمام كده خلصنا اللي هي
بالشوكولاته دي. نزودها بقى شوكولاته، ما هي كده كده ايه، دي ممنوعه للي بيعملوا دايت. تمام اهو، حلوه جدا جدا. وبصي لو عندك بقى عزومه تعملي سيرفيس كبير هتبقى معاكي حلوه قوي قوي. وكده خلصنا احلى قطايف تقدري تعمليها بكل سهوله تفرحي اولادك. جربوها بنفس الطريقه وان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.